تعالي نعمل تورتة الماتيلدا كيك حلوة قوي، من أفخم التورت، من حلاوتها وجمالها بتطلب على طول، وجميلة جدا جدا وسهلة وبسيطة جدا جدا. بس هي في الآخر فاخر من الآخر، حاجة حلوة وجميلة وتنفع كمان في أعياد الميلاد والمناسبات. وهقولك على كل تركة فيها، بس اتفرجي على الفيديو وابتدي بلايك وكومنت كده حلو زيكم، وشير لكل أصحابكم، وصلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونبتدي نعمل الماتيلدا كيك اللي هي عاملة ضجة. ويلا على بركة الله نسمي بسم الله. أول حاجة كده هنجيب كوباية إلا ربع من المية، وكمان نص كوباية من الزيت، ونحطهم على نار هادية لحد ما نكمل باقي الكيك. عايزينهم يغلوا، هنجيب 3 بيضات كده كبار، وهنجيب كوباية من السكر، وكمان هنحط فانيليا، ونبتدي ان احنا نضرب الخليط بتاعنا دوت لحد لما السكر يدوب والخليط بتاعنا يفتح معانا، يعني هيبقى فاتح كده. هنجهز معانا كوبايتين من الدقيق، انا بعمل بالكوبايات المعياريه، انتي لو هتعملي وحدي الكوبايه بتاعتك. كوبايتين من الدقيق ننخلهم، ونحط معلقه 4 معالق من الكاكاو الخام الاسباني، ولازم ننخله عشان لو في اي تكتلات ما يضايقناش واحنا بنعمل الكيك. وهجيب معلقه من البيكنج باودر، ونص معلقه من البيكنج صودا، وهنقلب بقى الخليط ده، ورشة من الملح، ونقلب بقى الخليط بتاعنا دوت، ومعلقة من الخل. هتلاقي بصي فوران بيحصل عشان احنا حطينا كربونات الصوديوم اللي هو الكربوناتو. هنقلب هنلاقي الخليط معانا كده تقيل، ما تقلقيش خالص. هنجيب بقى هنا هوت الميه والزيت اللي غليوا على النار، هنحط عليهم معلقه من قهوه سريعه الذوبان، بتعزز النكهه وبتخلي طعمها حلو قوي. هنقلب في نفس الاتجاه زي ما انتوا شايفين كده هوت، لحد لما الخليط بتاعنا يبقى حلو وانسيابي وجميل زي ما انتوا شايفين. هاجيب هنا هوت اي صينيه عندي مقاس 18، هبتدي ان انا اغلفها بورق الزبده، وابتدي ان انا اصب الخليط في الصينيه، واعمل باي عصايه شيش طاووق كده هو حركات بحيث ان هي تطلع متساويه. والكيكه دي من افخم الكيكات، وما تقلقيش من الميه السخنه اللي هي هتنزل على الكيك. وهندخلها درجة حرارة الفرن درجة حرارة 180، هتاخد معانا حوالي 35 دقيقة. هنا هنعمل صوص الجناش، هنحط نص كوباية من الحليب، عليهم معلقتين من الكريم شانتيه، 3 معالق من الزيت، واحطهم على النار يغلوا. هجيب هنا مكعب من الشوكولاتة 200 جرام، أي كان نوع الشوكولاتة اللي انت هتستخدميه، او شوكولاتة خام، اهم شيء يكونوا 200 جرام. هكسرهم ويكونوا خارج بره التلاجة او من بره التلاجة بحرارة المطبخ، عشان يساعدني ان هم يدوبوا بسرعة. هبتدي ان احنا نقلب، احط الخليط بتاعي اللي هو غلي الحليب دوت، كأني بالظبط حطيت بديل الكريمة اللي هي غالية. عملتها في البيت بديل الكريمة اللي هي اللبن والكريم شانتيه، وكمان الزيت. هابتدي إن أنا بقى أسيبها تبرد، وهادخّلها التلاجة، أقل حاجة إن هي تدخل في التلاجة يوم. بس أنا كان يا دوبك أو 6 ساعات، أنا كمّلتهم ساعتين 3. المهم وآخدها كده عشان أخلّي الخليط بتاعي انسيابي وجميل، أضربهم بالمضرب عشان تبقى حلوة كده وناعمة. كده نقدر نعمل بيها روزيتات للتورت، ونقدر نعمل بيها حشوات التورت بتاعتنا، حلوة أوي، 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 خليط كده حلو. وده الجناش بتاع الشوكولاتة. هابتدي إن أنا بقى لو إحنا عايزين نعمل بيه أي روزيتات، نعمل بيه أي تزيين، ده حلو جدًا، جدًا، جدًا. يعني عايزة أقول لِك فاخر من الآخر، ده الصوص الجناش الفاخر من الآخر. وهاوريكِ نتيجته. المفروض إن أنتِ بعد ما تضربيه تدخّليه التلاجة تاني. بُصّي طريقته حلوة أوي، تعملي بيها أي روزيتات. وعلى فكرة الشوكولاتة لمّا بتدخل التلاجة بتجمد، فبتبقى حلوة أوي، والروزيتا بتبقى ماسكة نفسها وما بتسيحش ولا أي حاجة خالص. ده الجناش الشوكولاتة الحلو. هابتدي هنا أهو نجيب التسقية بتاعة التورتة بتاعتنا. عملت نُص كوباية من الحليب، حطيت عليها معلقة من السكر، حطيت عليها معلقة من الكاكاو الخام أو الخليط اللي إحنا عملناه. شايفين الكيكة طالعة اللهم بارك متساوية، بُصّي هشة جدًا، المسام بتاعها مقفولة، ما فيهاش مسامات واسعة. وعملت معايا 5 طبقات، بس أنا محتاجة 4 بس، زي ما أنتم شايفين كده. الطبقة الأخيرة أنا مش محتاجاها، فهاركنها، ممكن أعمل بيها كبّات صغيرة أو أدّيها لولادي ياكلوها. 4 طبقات حلوة جدًا. هاجيب بقى أي طبق عندي أو أي حاجة عندي، وأحط طبقة من الشوكولاتة، وبعدين أحط الكيكة، وبعدين أسقيها بالخليط التسقية، ونحط طبقة من الشوكولاتة ديّة. عشان الأمانة ما أكونش كدابة عليكم، الخليط اللي أنا عملته
ما كفّاش، فأنتِ اللي ممكن عشان تزوّدي الكمية، لإن التورتة دي بتاخد كمية شوكولاتة كتيرة، فيا إما تزوّدي الكمية بمكعب تاني 200 جرام من الشوكولاتة تضربي الكمية مرتين، يا إما لو عندِك شوكولاتة قابلة للدهن تزوّدي 3 معالق على الخليط دوّة، هتبقى معاكِ بالضبط هتكفّيكِ وتكفّي التورتة حشو من جوّه وكمان من برّه. ممكن إن أنتِ في الأثناء ديّة إن أنتِ جوّه الحشوات تحطّي شوكولاتة مبشورة، دي حاجة ترجع لِك، بس هي قنبلة شوكولاتة، يعني عايزة أقول لِك كده قطعة الشوكولاتة فيها يعني كافية ووافية حتى لو قطعة صغيّرة، حلوة جدًا من حلاوتها يعني طعمة كلّها من برّه ومن جوّه شوكولاتة حتى التسقية. والتزيين مش بيبقى تزيين اللي هو الperfect فيها، بل بالعكس هي حاجة عادية جدًا، أنتِ مش بتساوي السطح ولا بتعملي أي حاجة غير إن أنتِ ممكن تجيبي طرف المعلقة أو طرف أي حاجة كده، وتعملي تجاعيدات كده بسيطة من جوّه ومن برّه زي ما أنتم شايفين كدهوّة، وهي من حلاوتها وسهولتها بتتعمل كده. الماتيلدا كيك هي طريقتها بتبقى كده. بسيطة في التزيين وبسيطة في كل شيء، هو إيه حلاوتها في الجناش بتاعها والكيك الهش الجميل بتاعها جدًا، جدًا. اعمليها بقى وجرّبيها وقولي لي رأيِك في التعليقات، بصراحة تحفة. عايزة أقول لِك التورتة دي لو أنتِ هتشتريها من أي محلات حلواني أقل حاجة 500 جنيه، وإحنا عملناها في البيت. عايزة أقول لِك طعامتها وحلاوتها خطيرة، الكاميرا ظلموها فعلًا، فعلًا. جرّبيها هتعجبِك إن شاء الله وقولي لي رأيِك في التعليقات.